في حاجات كده بتيجي لك بشكل مش مفاجئ ولا حاجه، لكن بشكل تستاهله. يعني اللي حصل امبارح بالشكل اللي كان موجود فيه القرعه، بالعالم كله اللي بيتفرج، بالست الحلوه اللي قالت المجموعه بتاعت الاهلي، او خصوصا انت ذوقك حلو جدا. فيجي لك ايه يا هندسه؟ حاجه عظيمه والله. كلمه اهلي طالعه بشكل مختلف برضه. والله بطبع طبعا. بس خد بالك قوي، سيبه ما تسندوش، ده احنا ما صدقناه. فيجي لك شويه ردود انت مش محتاج ان انت تجادل بعديها خالص خالص. يجي لك اعتراف شديد جدا 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 بمعرفتك وقيمتك ومكانتك والقابك وزعامتك وجماهيريتك وبطولاتك وكل حاجه، من اكبر راس في الكره في العالم كلها، بممثلينها، بالناس اللي بتتكلم عليها، بمعرفتك انت بتاريخك وبطولاتك وانجازاتك. فانت مش محتاج تجادل مع حد خالص نهائي. 2، الحقيقه ان كمان ان انت يعني ممكن تتعب جدا عشان تعمل مباراه العالم كله يتفرج عليها، او بلاش، صعب قوي العالم كله، جزء من العالم يتفرج عليها. صحيح. انت بتعملها وممكن تصرف عليها وتدور على سبونسر هنا وتدور على مش عارف ايه وتدور على اتفاقات وتروح تتفق مع انديه، وانديه تعتذر وانديه بكامل نجومها وانديه مش بكامل نجومها، ومين هيمثلك. انت بتجيلك حاجه العالم كله هديه العالم كله هيتفرج. وبعدين الاكتر كمان، دي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى كمان، يعني ان انت تبقى مباراه الافتتاح. صحيح. يعني مش مباراه مثلا بعد يومين، بعد 3، بعد 4، اللي هي فيها سوكسي، فيها لقطه. العالم عايز كله يتفرج على البطوله دي بشكلها، دي اول بطوله كمان يعني. صح. اعتقد ان في حاجه الاهلي وصل تاريخيا، مش بابنائه ولا بمحبيه ولا بممثليه ولا بادارته ولا حاجه خالص، باكبر راس في الكره في العالم كله، وثق لحظه تاريخيه. كانت امبارح الساعه 8:15 او 8:03 لما اتعلنت قرعه مونديال العالم في امريكا. ففخر جدا جدا جدا، لكن في حاجه تانية لها ابعاد مهمه تتحسب، مهمه قوي انها تتحسب. الشكل، الاداء، النتائج.